اللهم صل وسلم وبارك على افضل خلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده هنعمل البريل بالصابون البلدي. اديني كده انا بشرب صابونتين، عندك صابون بلدي، عندك صابون صنلايت، بواقي صابون، اللي يريحك اعملي بيه. بس هو الافضل بصراحه والاحسن واللي بيدي نتيجه افضل هو الصابون البلدي. تمام. انا بسخن ميه على النار، حله كده حاطه فيها لتر ميه، هنزل بالصابون ده في الميه. تمام. هحطه وارجع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انت بتبقي واقفه جنبه بتقلبيه لحد ما يدوب ومبقاش فيه اي كتل ولا اي حاجه. انا هخلص برده كده عشان اوريكم النتيجه بتاعته. نسيت اقول لكم هنا في المرحله دي عشان السكر يدوب. بسم الله الرحمن الرحيم. هتحطي سكر بقى، تحطي ربع كوبايه، نص كوبايه، يعني على حسب ما يعني السكر عندك يسمح ان انت تعملي او تحطي فحطي. تمام. وتقلبي بقى طبعا كده لحد كل دوت ما يعني يسيح مع بعض. تمام. زي ما انتم شايفين اهو نزلته من على النار. تمام. بصوا عامل ازاي. هقلبه بقى في حاجه عشان نكمل خطواتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين التقل بتاعه عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله. دلوقتي الخطوه اللي بعد كده عندنا بقى هنا كيلو صابون سايل. كيلو صابون سايل عشان احنا هنعمله بالرجل. بصي جبتيه اصفر ماشي تمام، جبتيه اخضر تمام، انا جايباه اخضر. وهكمل برضو بحاجه تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الكيلو عامل 6 جنيه. تمام. احنا بنعمل ايه بقى؟ بنعزز الصابون. هو الصراحه يعني الصابون لوحده لو انت استخدمتيه كده لوحده مش محتاج اي حاجه، بس احنا بنعززه خالص بحيث ان احنا نخلوه يعني عارفه اللي هو بقى بندلع الصابون بتاعنا. كل ما تحطي حاجه قلبي. طبعا الكميه دي بتاعت الصابون البلدي اللي احنا عاملينه ده هيعوز 2 لتر صابون سائل. تمام. انا عندي لتر كمان بس شفاف بالجليسرين اهو، جايباه بالجليسرين ب6 جنيه برضو. هحطه هيعزز معانا الصابون. كل ما تحطي حاجه هتعزز معاكي الصابون اللي انت بتعمليه. بصي بيعمل يتقل ازاي. انا مرضتش احط ابتدى ملح عشان اللزوجه وكده، هو مش محتاج يعني اللزوجه الصراحه ما شاء الله حلو جدا. طبعا قلبي تقليب حلو عشان الحاجه كلها تندمج وتمتزج مع بعض. الخطوه اللي بعد كده بقى تزودي ميه. تمام. عشان يديكي القوام اللي هو اخف من كده شويه، لان هو كده تقيل جدا. خلاص يعني هو انت تقفي تستكفي لحد كده. عايزه تخففيه ميه تمام، عايزه تسيبيه على وضعه وتخففيه وانت بتستخدمي تمام. انا بقى هنا عندي دي ميه حاطه فيها تكسبون دي لزيادة الرغوه. 50 جرام وبيتها في الميه من بالليل للصبح واحطه معاكم. مفيش تمام يعني انت كده شغاله تمام قوي قوي قوي، والصابون بتاعك حلو جدا وتمام. لكن انت هتقدري تتحصلي على التكسبون، يبقى بصراحه انت كده خليتي صابونك من الاخر. مفيش يبقى انت هتقفي لحد ما انا حطيت الصابون السائل وتمام على كده. وهنجربوا الرغوه سوا. طبعا بتقلبي عشان خاطر كله يمتزج في بعضه. بصي اهو القوام بتاعه. هنجرب برضو الرغوه. خلاص انا جبت ميه هنا. انا عايزه اقول لكم على حاجه، انا لما حطيت ايدي عليه من تحت كده دافي يعني. بصوا على السمك بتاعه ده. هوريكم دلوقتي ثواني. اسفه على الصوت بس انا عايزه اوريكم بس بصوا كده سمكه حلو قوي او القوام بتاعه جميل جدا. ده لسه لما هيبرد هيدينا قوام فظيع. انا عايزاكم بس تقربوا مني كده. بصوا شايفين عامل ازاي. لما يبرد بقى خالص هيبقى زي الفل. هنا بقى هنحطه شويه الميه زي ما انتم شايفين فاضيه خالص. هنحطه حبه عشان نجرب القوام بتاعه. بسم الله الرغوه بتاعته
لكن تتخيلي بقى لو ماسكه ليفه، والليفه دي بتغسلي بيها المواعين. بصوا ريحته جميله جدا. في حاجه بقى، انت لو عندك معطر، انا عندي معطر ليمون، حط شويه اللي هو معطرات الارض والجو والكلام ده، بيبقى ازازه كده معطر. بصي انا كنت جايباه ب20، مش عارفه دلوقتي بقى بكام. حطي منه. انا عندي كمان زيت عطري ليمون، هحط منه حبه يديني برضو ايه، حق البريل اللي انا بشتريه من بره. وهنا علشان انا بطول عليكم، عايزه تسيبيه على لونه سيبيه، عايزه تجيبي لون من عند بتاع المنظفات حطي، تمام. بس هو كده انا مش محتاجه، هو كده بصي اللون بتاعه فهو حلو، فانا هستخدمه على الوضع ده. وبكده اكون معاكم الفيديو خلص، وبحبكم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.